لو انت عايز تثبت البلد دي الحاله الامنيه فيها صح، انت تعمل المهرجان وتعرف ازاي تعمله. فاللي لغى المهرجان ده حد لازم نقعد ندور عليه، مين اللي اخذ القرار ده؟ لغايه دلوقتي مش فاهم مين اخذ القرار ده. لازم حد يتحاكم عسكريا. بما ان العسكريين لازم، طبعا ما اقصدش عسكريا، ما فيش حد يتحاكم عسكريا، انا بهزر. الفكره انه التفكير العسكري الامني دوت هيودينا في داهيه. الغي مهرجان يا عم، مش مهم، طز، البلد بتضيع. لو فكرنا كده البلد هتضيع، المهرجان هيروح. عشان من الاخر خالص هو ده التفكير اللي هيخبطنا في الحته، هو ده التفكير اللي هيخلي العيال تتهجر من بيوتها في سيناء. وده حقوق الانسان، ما ينفعش انت تعمل كده عشان تامن البلد، مش من حقك. لو انت مش عارف تامنها من غير ما تاخد حقوق الناس، يبقى انت مش عارف تبقى في مكانك. ليش الزين على الدوله دي بالذات؟ اللي عايز اقوله في الاخر ان التفكير الامني او الناجي بالطريقه ديت هو اخطر ما ممكن يواجهنا في هذه البلد. بيلغي مهرجانات، بيتهجر الناس من بيوتها، ده انتهى. احنا عملنا ثوره عشان نلغي ده. لما كلنا كده نتخوف ويحصل لنا ارهاب انه لا البلد هتضيع، لا الحقونا، لا ده، يبقى انت مش عارف تعمل مهمتك. انت خدت تفويض من الشعب عشان تعمل بتاع في شهرين، احنا بقى لنا 8 اشهر. ويا ريت قدامك عدو ذكي، ده انت قدامك المتأسلمين دول اغبى ما شفنا في حياتنا، حاجه عجب يعني. مفيش حاجه بيعملوها الا لما بتكره الناس فيهم، ومش عارف تعمل شغلك. اذا هذا انتهى. انا رايي الربيع العربي والثورات العربيه قالت حاجه اسمى من كده بكتير جدا، وهي ان احنا لا يمكن نخاف، ومن حقنا ان احنا نختار. وبالتالي وصلنا دلوقتي نبتدي نفهم انه ثانيه واحده، لو انت مش قادر تعمل ده مهمتك، احنا خايفين على البلد وقلبنا على البلد، بس ده مش معناه انك تقولي انت خاين عشان بقول انت لازم تمشي، حد تاني يجي بدالك قادر يقوم بده. انا اسف جدا، انت مش قادر تقوم بده، امشي، ارحل. هنقولها قريب تاني مش كده.